انتوا بني ادمين بتجيبوا البهادل لحالكم صراحة. فأنا اعتبر هذا الفيديو بارت 2 للفيديو البارت 1 تبع اختيار الجن. اليوم نحن عنا فزاعة عصافير بالبارت 2. الرحمن فواز المعروف بالشامي صار لمدة عامل حالة بأغانيه وشعبيته على اوكي، هاد الشي مش جديد، بنعرف. رغم من انه انا بلاقي مرات كلمات اغانيه ما بتكون منطقية. مثلا لما يقول لك في حزني جوايا مش سايعة الحيطان. ليكي يا شفاتير، حاسة هيك شفاتيرك رح يطلعوا من التليفون لأنك متحمسة كتير انت عم تحكي صراحة. رح أقلك شغلة، هي مفهومة وكتير، بس إذا أنت بلا فهم هاي مشكلتك. ما رح نقدر نمسكك وندحش الغنية براسك، نقلك فهمية. تمام؟ طب شو خص؟ يعني هي الحيطان مش مرادفة للخزانة عشان anyway. ضحكوا لك تضحكوا مشان الله. تهضمنت يعني على أساس عملت جو. قدمني إياكي ما عمل 7 أب ما بيهضمك. موضوعنا هلا ممكن نعتبر هذا الشق النص المليان من كوباية الشامي، اما النص الفاضي بتلاقوه على التيك توك، لانه الشامي بيعرف انه اغلب جمهوره من جماعة التيك توك، فدائما الله يسلمه بيفتح لايفات عشان يتواصل معهم، يسمع افكارهم، يحبهم، يحبوه. يعني الشخص كفنان إذا كان متواضع مع الفانز تبعه بتطلعوا وبتحكوا عنه ما بيعجبكم. إذا كان متكبر وما بيشيل الفانزاته من أرضهم بتطلعوا وبتحكوا عنه، بتجوا بتهاجموا فانزاته. ليش عاملين فانز لألو؟ مو معبركم. انتو شو بدكم بالضبط؟ بدكم تطلع ترند؟ هذا اللي بدكم اياه؟ خلص صارت معروفة. أي إنسان هلا رح يطلع ينتقد الشامي يكتب هاشتاج طالع ترند. يتنمروا على بعض. نحن بنتنمر على بعض، وعبود علمنا التنمر وجايين نمثلوا فيك. كتر خيرك عبود صراحة، منيح اللي علمتنا التنمر كرمال نتنمر على هيك أشكال. يقصف عمرك انت وشفاتيرك مثل شفاتير الجمل. يعني بس افهمك معلش، انا اكبر منك اول. ما خص العمر تقبريني، لايكك أكبر منه وما حدا شايلك من أرضك، بس عم تاكلي بهادل. هو أصغر منك وتصدر عالميا، وانت خليكي عم تعملي حالك مذيعة. رول بعالم النجومية. عالم النجومية؟ انت بدك تحكي بعالم النجومية؟ ليش انت شو فهمك بعالم النجومية؟ بص ايدي زمانك فايتة واسطة. شكلك شكل نجومية انت. الجبهات هاي بتعملها مع اصحابك بالشارع، بتعملها على القهوة، بتعملها على جروب الواتس، مش مع الفانز اللي بيدفعوا مصاري عشان يحضروا حفلاتك. الله يرضى عليك. شفتوا تفكيرها شو وسخ؟ تركت كل شي ولحقت انه عم ندفع مصاري كرمال نحضر حفلاته. هالقد عينكم برزقه؟ العمى بقلبك ايه؟ بعدين حبيبتي نحن رضيانين بيننا وبين فناننا لحدا يتدخل. ليش ما بتشوفوا وقت بيحكي عنا كعوض بيوصفنا بعوضه؟ ليش ما بتشوفوا بس يقول نحن عيلة؟ ليش هو ما بتشوفوه ما بتنتبهوا عليهم؟ ولا بس بتشوفوا هاي القصص اللي بدكم تطلعوا عليها ترند؟ هلا انا لنفرض مثلا حدا كتب لي بالتعليقات قال لي الحلقة كتير بايخة، بدفعش ارد عليه واقول له البايخ بده بايخ؟ يعني حتى قصفك بايخ صراحة. ما تفكري حالك عملتي حركة، يعني يا عن جد تفه. انا بشوف واعوذ بالله من كلمة انا انه من الاساس الفنان مش لازم يفتح تيك توك يا عبد الرحمن. تحمستي، هاي الضربة تدل على الحماس. تقبريني إذا الفنان ما فتح تيك توك مين بده ينزل مقاطع الأغاني ويستعملوها البشر؟ كيف الفنان ما بده يفتح تيك توك؟ مين بيعطيني الأغاني أنا وبسربها وبخلي العالم تستعملها؟ مهبولة انت فيكي وش براسك؟ لا عن جد انك فهمان الموضوع غلط. لازم يدردش مع التين ايجرز عشان يبدي غروره، لانه هذا لا سمح الله قد يفسر غرور. مش نرجسي مبدئيا، بس ما بلاقي مبرر لاي حدا انه ما يحبني. تعال انا برد عليك تقبر قلبي، بس يشوفوا نجاحك اعدائك رح ما رح يحبوك. واضحة، اللي بيعتبروك عدو ما رح يحبوك. هن الوحيدين اللي ما رح يحبوك، بس كالباقي كلهم بيحبوك. يمكن هو بالعادة محترم مع الجمهور وبالصدفة انفعل هالمرة. تعال ممكن اوقات محترم، حبيبتي محترم اكتر من اللي خلفك. تمام؟ الجمهور زعلان عم تخانقوا على غنية، عضوا بعض. شامل حبيب قلبي، اقسم بالله عم بحاول اساعدك وابرر لك، بس مين طلب منك تطلعي وتساعدي وتبرر؟ انت مشان اللي خلقك. انت مصعبها علي كتير.
مش عيب يا ابن الحلال فنان يوصف جمهوره بالزعران؟ لا ويقول لهم غضوا بعض. لك روحي ان شاء الله بيتلقطوا فيك 600 كلب وببلشوا فيك عض. منيح. والله انا يعني ما كنت اعرف انه الجمهور الازعر يبعث فيك الفخر لهي الدرجة. ايه يا تقبري نعرفه، نبعث فيه الفخر وهو فخر البلاد العربية كلها من مشرقها لمغربها. تمام، لا تعذبي حالك، حكيتي او ما حكيتي على الفاضي. بما انك طلعت فخور بالموضوع، اسمح لي اعطيك اللقب رسميا، بتصير انت يا شامي بلبل الزعران. بعطيكي انا اللقب من عندي لإلك، وحب وحنان.